السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي. تعال نتكلم شوية عن منتخب مصر. بصوا يا جماعة، انا طول البطولة ما اتكلمتش في حاجة، وحتى بعد ما خرجنا ما اتكلمتش في حاجة، وكنت قاعد ساكت وبقول ماليش دعوة. وانا هتكلم في ايه؟ ما كله بيتكلم، هتيجي على كلام انا يعني هو هيأثر في حاجة؟ كده كده احنا يعني على الله حكايتنا، محدش شافنا قوي ومش متشافين يعني. فاللي هو يا عم كبر دماغك ولا تتكلم ولا تعمل، بس الموضوع بقى مستفز قوي يعني. حاجات كتير قوي مستفزة في الموضوع ككل، يعني الموضوع ما بقاش كورة بس. هي الفكرة كلها ان هي ما بقتش كورة. يعني الفكرة ان في ناس تحس ان هي واخداها بصدرها، وفي ناس واخداها كلام شطارة في الكلام، وفي ناس واخداها سبوبة، ومجموعة بتتكلم عن ازاي بتوع المغرب ما يشجعوناش، وازاي المغرب ما بقتش بتشجعنا، والجمهور هناك بقى ما بقاش معانا، والدنيا اتقلبت. وتصريحات حسام حسن، وخروجنا قدام السنغال، وعقدة السنغال بقت لينا خلاص. ختم النسر خدناه في الماتش الأخير. والله حاجات كتير، بس لما نيجي نفصصها كده سوا ككورة في الأول، أنت ما عندكش حاجة تقدمها. يعني الفريق بتاعك ما تطمحش إن هو كان يوصل أكتر من كده، لأن هو وصل لحد هنا. اللي هو يعني ربك ساترها معانا، أنت ما عندكش فريق، أنت بتدافع بس. فلما حد يجي يقول لي حسام حسن بيدافع بس، إن عامة مش دفاعا عن حسام حسن بس، أنت ما عندكش كواليتي لعيبة. انت ما عندكش لعيبه تنافس في البطوله. انت المجموعه اللي معاك هي دي مقدرتها، يعني هي دي الكواليتي بتاعها، هو ده امكانياتها. انت لما تيجي تبص في كل الخطوط عندك، انت ما عندكش بدايل اصلا. محمد هاني لما اتطرد، انت حطيت امام عاشور مره، وحطيت احمد عيد شويه وكنت ماشيها بالزق. ومحمد هاني كلنا متفقين ان محمد هاني يعني مش اللعيب الواو في مكانه. فاللي هو انت يا دوب في الناحيه الشمال انت عندك حمدي وفتوح وربنا سترها عليك، والاتنين برضك مش الكواليتي الواو، بس لعيبه تقدر تسد في مكانها، بس ما عندكش بدايل. فخط الدفاع على الله حكايتنا. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد حمدي بيلعبوا سوري، وحسام عبد المجيد، وكلهم بيلعبوا بالجرينتا بالروح. اما ككوره، انت اللعيبه بتاعتك برضك الدفاعيه دلوقتي مش هي دي اللعيبه اللي بتطلع كوره و... واللعيبه اللي على كواليتي عالي زي محمد عبد المنعم مثلا. فلما تيجي تبص لكل الخطوط عندك، هتلاقي عندك نواقص كتير قوي. حتى لما تيجي تبص لخط الهجوم، اه انت عندك صلاح مرموش على الورق، بس في الحقيقه انت ما بتعملش بيهم حاجه، او هما ما بيقدموش حاجه. ما بيقدموش المردود اللي انت مستنيه، او اللي انت متوقع ان هو هيطلع منهم كلاعيبه محترفه في الليفر وفي السيتي ولاعيبه دوليه ولاعيبه عندها خبرات ما فيش، يعني عندكش. خط الوسط انت عندك اللعيبه اللي عندك فيه كلها بصبغه دفاعيه، ما عندكش حد غير على الله حكايتنا فيه هو امام عاشور. هو الوحيد يعني خط الوسط الوحيد اللي بيعرف يطلع رقم 8، اللي بيعرف يلعب كوره ويربط خط الوسط وخط الهجوم. فككوره السنغال اعلى منك، كوت ديفوار كانت اعلى منك، بس هو الحظ خدمك، الحظ خدمك. هي مش اكتر من كده، الحظ خدمك وكان من عند ربنا التوفيق يعني. اما ككواليتي لعيبه هم اعلى منك. تيجي تتكلم بقى عن المدرب، هو انت خسرت كوره، ما خسرتش حاجه تانية يا كابتن حسام. ليه بقى تدخل الشعوب في بعضها بعيدا عن اي حاجه؟ اصل دي كوره، ترفيه يعني، فور فن. اللي هو خسرت بطوله، خسرت ماتش، ما تدخلش الشعوب في بعضها وتقول لي 7 نجوم على صدري و7 نجوم على كتفي وانا بطل. احنا عارفين كل ده، ده تاريخ، احنا عاوزين الحاضر. احنا من 2010 ما خدناش البطوله، ودايما عندي اعتقاد كده في حكايه ان احنا ما خدناش البطوله من ساعه ما محمد صلاح كمان بقى قائد الفريق. لان شرط الكابتنه ليها لعنه برضه. اصل شرط الكابتنه اللي هو لابسها دي ملعونه، لان هو مش واخدها استحقاقا، هو كان واخدها لو دراع من لعيبه تقيله، ومن لعيبه كان ليها مكانها وخبراتها وماتشاتها زي احمد فتحي. احمد فتحي كان ليه تاريخ، انجبر ان هو ما يلبسش الشاره، وبعد كده ما بقاش يروح المنتخب، وحاجات كتير كلنا فاكرينها، بس احنا عيبنا ان احنا بننسى بسرعه. فدي دايما بشوفها ان هي لعنه الشاره، ان صلاح ما ياخدش اي بطوله مع المنتخب، وما يحققش اي انجاز مع المنتخب، كله انجازاته فرديه بس. فسبحان الله، ما هو برضك الظلم مش هتلاقي في اخره انجاز عمره.
اما دايما بتلاقي فيه اختيارات مجامله، بتلاقي الفريق رايح في حته تانية. لما تلاقي ان في حاجه فيها ظلم كده ما بتكملش للاخر، بتيجي عند نقطه معينه وتقف. انت وصلت مرتين اتنين نهائي بصلاح وما خدتش البطوله، فهي لعنه. انا ده اقتناعي انا الشخصي، ان هي لعنه الشاره اللي على ايد صلاح، لانها مش مستحقه من ايام ما خدها. تصريحات الكابتن حسام حسن بقى، يعني الكابتن مش لازم يلبس الشعوب في بعضها، يعني خلاص هي الدنيا اصلا ماشيه بالزق، والشعوب بلع بعض يعني بالعافيه. فما تجيش انت تمتمها وتقول بقى المغرب بتخبط فيهم وهم يخبطوا فينا، والاعلام يطلع يخبط هنا والاعلام هناك يطلع يخبط فينا ونشحن الناس ونعمل ازمه من غير لازمه عشان خاطر ماتش كوره. هي كوره بتفرحنا وبتزعلنا، اوكي انا معاك، بس ماتش خلص خلاص، خلص بقى، انتهى. اتكلم كوره يا كابتن، ما تقعدش تقول احنا واحنا وانا والحديد انا، وكأنك واقف في شارع فاهمني، وايه عمال ترصهم. احنا مش رص كلام، هنا قول اللي عندك. انا والله لعبت بالخطه الفلانيه وربنا ما وفقنيش، الكواليتي بتاع اللعيبه اللي عندي ده اخرهم، دي مقدرتهم. انا كنت عامل تكتيك معين وفكر معين، بس الظروف ما خدمتنيش. استقبلت جون في الدقيقه 80 بعد محاولات كتير، وان انا اقعد ادافع بس ما عنديش اي فكره في الهجوم، وما عنديش اي حد. يعني لو قعدت العب 3 ايام قدام مش هجيب جون. بس كان عندك فكر حطه عامة، يعني مش هلومك عليه، عندك فكر دفاعي اوكي، بس خلاص الماتش خلص وانت عملت اللي عليك واللعيبه عملت اللي عليها، وبرافو وبتاع ومتعوضه، واحنا متعودين على كده، خلاص احنا اتعودنا على كده. احنا يعني الكرة في مصر رايحة في حتة تانية خالص. انت ما عندكش اي حاجة، انت الدوري بتاعك في مصر على الله حكايته. انت الدوري بتاعك في مصر في ايه؟ في مين؟ بيطلع مين؟ انت الكرة عندك في مصر بقت بفلوس حتى للشباب الصغير. يعني الكورة اللي كانت بتاعت الغلابة، دلوقتي حتى الغلابة مش عارفين يلعبوا الكورة. يعني هتطلع منين بقى؟ اصل المواهب دي كانت بتيجي من الناس اي حد بيلعب كوره فتلاقي الموهبه طالعه. اما دلوقتي اللي معاه فلوس بس، فاللي معاه فلوس اغلبيتهم مفيش مواهب، لان كله معتمد ان هو هدفع فلوس فهلعب. اكاديميات بفلوس، اختبارات بفلوس. فين يا صاحبي المواهب؟ فين الفرق اللي كانت بتطلع نجوم وبتفرز نجوم؟ انت كنت كل سنه عندك نجوم بتطلع من كل حته بقى، من فرق تحت ومن فرق من فوق، ومن ناشئين الاهلي وناشئين الزمالك والمنصوره وطنطا ومحله وكل الدنيا كانت بتطلع ناشئين وبتفرز لعيبه، لانها كانت الدنيا سهله وبسيطه، وكانت الكره للغلابه بيروحوا الاختبارات بفلوس بسيطه. اللي عنده موهبه بيكمل. اما دلوقتي عندك موهبه او ما عندكش، معاك فلوس هتكمل، معاكش خلاص اقعد على السلم. ايه يا سيدنا، وعاوزين ربنا يكرمنا. انت ايه اصلا الخطه بتاعتك في اتحاد الكوره، او ايه الخطه اللي احنا ماشيين بيها عامه في الكوره في مصر؟ انت ما عندكش خطه. انت كل اللي ماشي بيه في مصر ربنا هيكرم ان شاء الله، بدعاء ايه، بالدعاء والسجده وكله تمام. فمستغرب الضجه اللي معموله كأن الناس اتصدمت. لا يا جماعه، انتوا ما عندكوش اي حاجه، احنا ما عندناش اي حاجه، احنا فقراء قوي. بجد. احنا فقراء في الكوره قوي دلوقتي. ما عندناش اي حاجه، ما عندناش مواهب، وما عندناش. انت عندك النادي الاهلي بقاله كام سنه دايخ على مهاجم عشان يلعب فرود، عنده مهاجم واحد بس، عاوز مهاجم بقاله كام سنه. والزمالك وغيرهم وغيرهم كتير. حتى الموسم ده لما تيجي تدور هتلاقي الاهلي يا عيني دايخ على مهاجم، مش لاقي حتى في الدوري المحلي مهاجم ينفع يبقى مهاجم للنادي الاهلي. بص على الانديه الكبيره في مصر، بيراميدز واهلي وزمالك، كل المهاجمين عندهم اجانب، بيدور على مهاجم اجنبي، بيدور على خط وسط اجنبي. ليه؟ ما عندكش كواليتي، ما عندكش مواهب، ما فيش انديه بقت بتفرز. راجعوا نفسكم يا جماعه، راجعوا نفسكم واتقوا الله. دي كوره، دي كوره للناس كلها، مش حصر على حد. يا كابتن حسام، الكوره ملهاش دعوه بالسياسه، ما ندخلش الاتنين في بعض. ومش اللي يشجعك يبقى كويس واللي ما يشجعكش يبقى وحش، هو اللي ينتقدك يبقى وحش واللي ما ينتقدكش يبقى جميل وعليه سكر. احنا بنحب الانتقاد، احنا بنحب نقول راينا، يعجبك او ما يعجبكش بقى دي وجهه نظر ما فيهاش اي مشكله، ده مش معناه ان انا في حاجه بيني وبينك شخصيه. يا ريت نفهم ده يا جماعه، بالله عليكم الكوره للناس كلها، راعوا ربنا واتقوا الله، والسلام عليكم.